السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعرف على مواعيد أبرز المباريات لشهر أبريل 2024. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نبدأ بالدوري السعودي، حيث سيواجه نادي الاتحاد فريق الأهلي السعودي يوم الاثنين 1 أبريل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة 9 بتوقيت القاهرة. مواجهة كلاسيكو الإنجليزي. سيواجه ليفربول فريق مانشستر يونايتد ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الموافق 7 أبريل في تمام الساعة 5:30 بتوقيت السعودية 4:30 بتوقيت مصر. كأس السوبر السعودي. سيلاقي زعيم آسيا فريق النصر في نصف النهائي من كأس السوبر السعودي يوم الاثنين 8 أبريل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لننتقل الآن لنتعرف على مواعيد المواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024. مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي. ستقام مباراة الذهاب على ملعب البرنابيو يوم الثلاثاء 9 أبريل. أما مباراة الإياب فستقام على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 أبريل، وذلك على الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مواجهة بايرن ميونخ وأرسنال. ستقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء 9 أبريل. أما مباراة الإياب فستقام على ملعب اليانز أرينا يوم الأربعاء 17 أبريل، وذلك على الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان. ستجرى مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل. أما مباراة الإياب فستقام على ملعب مونتجويك يوم الثلاثاء 16 أبريل، وذلك على الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مواجهة أتلتيكو مدريد وبيروسيا دورتموند. ستجرى مباراة الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل. أما مباراة الإياب فستقام على ملعب إيدونا بارك يوم الثلاثاء 16 أبريل، وذلك على الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مواجهة الهلال والعين. سيتواجه فريقي الهلال السعودي ونادي العين الإماراتي في نصف النهائي من دوري أبطال آسيا في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 16 أبريل على الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. أما موعد مباراة الإياب فهو يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نختتم بموعد مواجهة الكلاسيكو. ستقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب البرنابيو ضمن مسابقة الدوري الإسباني يوم الأحد 21 أبريل على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية 9 مساء بتوقيت مصر 8 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.